ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ نفسك تعملي حاجة حلوة للولاد وتكون سريعة ومش عارفة ايه هي وزهقتي من الوصفات التقليدية. تعالي نعمل مع بعض النهاردة بمكونات موجودة عندك في المطبخ وصفة سهلة جدا وطعمها يجنن وكل العيلة هتحبها من اول قطمة. يلا بينا نبدأ. وقبل ما نبدأ لو عجبكم الفيديو اتمنى تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم. اول حاجه هنحضرها معايا هنجيب حله او ووك وننزل فيهم ب 100 جرام من الزبده. ما يعادل نص كوبايه كده من الكوبايات اللي هي الشاي العادي، المج العادي بتاعنا. هننزل بالزبده بتاعتنا في الحله، واول ما الزبده تسيح هنقوم نازلين معايا بكوبايه من الدقيق، دقيق عادي متعدد الاستخدامات. هننزل بكوبايه الدقيق لغايه ما ونقلب فيها علشان خاطر الدقيق يستوي معايا وما يبقاش ني، كأننا بنعمل بالظبط البشاميل. بس النهارده هنعمله بطريقه جميله ومسكر وطعمه هيبقى تحفه. هنقلب بقى في الدقيق على نار كل ده متوسطه لغايه ما الدقيق كله يستوي معانا وتشمي كده ريحه الدقيق ان هو بدأ يخش معاكي في السوا. هننزل بعد كده معايا بلتر من الحليب. هننزل مع بكوبايه كوبايه ونقلب علشان ما يكتلش معانا. ونقلب بقى بالاسباتيولا بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده لغايه ما يبقى القوام معانا كريمي ولذيذ كده وجميل. الوصفه دي طعمها جميل جدا وبجد تحفه هتعجبكم. انا قلت اغير لكم النهارده في الوصفات وبالاخص خصوصا ان احنا دايما بنعمل المهلبيه وعليها جيلي. لا، وصفه النهارده مختلفه تماما عن كل الوصفات اللي شفتوها قبل كده. هنحضرها بمكونات بسيطه جدا ومختلفه ما شفتيهاش قبل كده، وبجد طعمها هيعجبكم جدا وهتبهر كل اللي ياكلها من ايدك. هننزل بقى باللبن زي ما اتفقنا حبة حبة مع التقليب المستمر على نار متوسطة لغاية ما القوام يبدأ ان هو يتقل معانا زي قوام البشاميل كده. هننزل بمعلقة كبيرة من الفانيليا، ويا ريت نحط فانيليا كده تكون ريحتها حلوة عشان تدينا طعم مميز. وكمان هنقوم نازلين بنص كوباية من السكر، والسكر بيرجع لحسب الرغبة، ممكن تزودي ممكن تقللي على حسب بقى ايه المذاق بتاعك. يعني انت تدوقيها لقيتيها محتاجة سكر تاني حط لها، لقيتيها نص كوباية كفاية تمام ما تحطيش تاني. هنفضل بقى نقلب لغاية ما تبتدي تبقبق معانا كده وخلاص هي كده استوت. وبكده خلاص الطبقة الأولى جاهزت معانا. هنقدمها بقى في القوالب بتاعتنا على طول. وممكن تحطيها في قوالب كده اللي هي بتاعت الرز بلبن دي، او ممكن تحطيها في صينيه برضو بايركس وتنزلي بالكميه كلها مره واحده فيها. التقديم ده يرجع لك، عايزه تعمليها في قوالب براحتك. هنديها خبطتين كده علشان خاطر تاخد وضعها في قلب الطاجن ونركنها على جنب. هنيجي بقى نحضر الطبقه معانا. هنجيب كوبايتين من الميه، هنزل عليهم بمعلقتين من النشا. هنقلب النشا عشان ما تدوبش، تدوب معانا وما تكلكعش معانا اول ما ننزل بيها على الخليط. هنركنها على جنب ونيجي نحضر الخطوة التانية، وهي صوص الكراميل اللي دايما بنعمله ومفيش اسهل منه. هنجيب الوok بتاعنا، هننزل فيه بكوباية من السكر، وهنبتدي بقى على نار متوسطة نكرمل السكر ده لغاية ما يبدأ معانا كده يعمل الصوص البني اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. هتلاقي السكر بدأ ان هو يكتل معاكي ويعمل كلاكيع كده. ما تقلقيش وتقولي لا ده كده الوصفة باظت مني خالص. اللي هيفضل مع التقليب المستمر على نار هادية السكر هيبتدي ان هو يكرمل معاكي ويفك زي ما انت شايفة كده. بدأ معايا اهو ان هو يفك وياخد بقى ايه القوام المظبوط بتاعه. كده خلاص السكر فك بقى من اي تكتلات والصوص الكراميل اللي بقى جاهز معايا. هنقوم نازلين بقى بالخليط بتاعنا اللي هو المية والنشا. هننزل برضو حبة حبة وبالراحة. اول ما هتنزلي برضو بالمية والنشا هتلاقي الخليط بدأ ان هو يجمد معاكي. برضو ما تقلقيش وما تقوليش الوصفة باظت مني، لا هو دي الخطوات المظبوطة اللي هتطلعي بيها صوص كراميل جميل. هتفضلي بقى تقلبي وتنزلي بالخليط حبة حبة لغاية ما تخلصي الكمية. مع التقليب المستمر هتلاقي القوام بدأ ان هو يبقى قوامه كده زي قوام المهلبية زي ما انتوا شفتوه كده في اول الفيديو. وبكده يبقى خلاص الخليط معانا بدأ يكون معانا جاهز.
تقليب مستمر، نار منخفضة، هتلاقي معاكي الخليط بقى تمام. لو لقيتيه تقيل زيادة ممكن تزودي له كمان معلقتين 3 مية وتقلبي لغاية ما توصلي للقوام اللي انت شايفاه ده. هنيجي بقى نقوم نازلين بصوص الكراميل على الوش. قد ايه طعمها جميل بجد، تحفة، وعايزاكم تجربوها وعلى ضمانتي، وان شاء الله انا متأكدة هتعجبكم جدا. هتوزعي بقى صوص الكراميل على الوش كده من فوق على الكمية كلها، وبعد كده هندخلها التلاجة ساعة وتاكلوها بألف هنا وشفا. عايزاكم بقى لو عجبتكم الوصفة ما تستخسروش فيا اللايك، حطي اللايك واكتبي لي كومنت حلوة، وتابعي القناة وشاركي الفيديو بقى مع اصحابك علشان الكل يستفيد. اهم حاجة عايزاكم تجربوها وتقولي لي فيها رأيكم. تأكدوا ان دعمكم اكيد بيفرق معايا، حتى ولو لايك او لو تعليق بحرف، كل ده بيفرق معايا اكيد. انا بقدم لكم وصفات والله جميلة، يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم. وبكده الوصفة خلاص بقت جاهزة معانا. هندخلها بقى التلاجة نص ساعة ساعة، وبعد كده هنطلعها ونقدمها بألف هنا. شايفين بقى ما شاء الله قوامها عامل ازاي؟ المهلبية النهاردة مختلفة جدا، وصوص الكراميل بجد طعمه تحفة. حاجة كده جميلة هتعمليها وبجد هتعجب كل العيلة. جربوها وعلى ضمانتم وجودي. وعايزين تسألوا على اي حاجة في الوصفة اكتبوا لي في التعليقات وانا من عيني هرد عليكم، وقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، وصفاتي بتعجبكم ولا لا. اتمنى الوصفة النهاردة تكون عجبتكم ونالت رضاكم. دمتم في رعاية الله وفي حفظه وفي امان.